عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده، رب بصحه وهنا. احنا النهارده هنعمل تحليه من غير فرن، من غير بيض، من غير اي حاجه خالص. هنعملها بكيسين بسكوت من ده، اي نوع بسكوت عندك، بحبه لبن. هنعمل كراميل في البيت، سكر متكرمل كده، هنعمله في منتهى الروعه. يلا نصلي بينا ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاول. يلا مع بعض بسم الله ما شاء الله. كميه بسكوت مناسبه كده اهو ما شاء الله كده اهو. طبعا لو عينتي كبه هتفرميهم، مش عينتي هتفرموهم في الايه، في الشفشف، في الخلاط العادي. نكسرهم حاجه بسيطه كده هون في الشفشف اهو، ونفرمهم فرمه ونضيف عليهم معلقه سمنه ايه بسيطه. يبقى احنا كده خلاص خلصنا الكميه. هسيب دي بقى عشان بنتي نفسها فيهم، فهنفرم مع بعض كده ونحط معلقه سمنه ونوريكم. يبقى زي ما انتم شايفين كده فرمنا ناعم. هنروح، انا لسه مسيحه سمنه، طبعا سمنه بلدي. اروح جايبه على زي معلقتين سمنه هنا، واروح ضيفاهم على الايه، على البسكوت، واديله فرمه بسيطه علشان السمنه ايه تتوغل فيه كده يعني. يبقى كده خلاص فرمناه ناعم كده اهو. نجيب المعلقه كده، وفي اي حاجه في الخلاط برضو ايه نطلعها وكده اهو. يبقى ننزل بايدنا كده ونجيب الكاسات بتاعتنا الحلوه دي اهو شايفين، ونروح نازلين بايه، باول يعتبر ايه اول طبق في الحلويات بتاعتنا اهو ما شاء الله زي العسل اهو. نبينا عربي طبعا، انا بعمل بايد عشان مش حد يعني ايه، ولو حد علق برضو في التعليقات برضو شيء بيشرفني وشيء بيسعدني اهو. يبقى كده ما شاء الله كده اول يعتبر اول دور في الادوار بتاعت الايه الحلويات بتاعتنا اهي. نحاول ان احنا ايه نضبطها كده اهو. يبقى كده اول طبقه. نبدا في الطبقه الثانيه. نجيب معانا كيلو الا ربع لبن. جيبت معايا كيلو الا ربع لبن، وروحت جايبه معلقتين هرم كده مليانين خالص نشا، ومعايا كيس الفانيليا هون يعتبر مهلبيه عاديه خالص اهو. وابدا ان انا اقلب وارفعهم طبعا على الايه، على النار كده، على نار متوسطه كده، لما المهلبيه تشتغل معايا ايه وتبقى ايه تتقل وتدي الايه السمك المظبوط. يبقى خلاص رفعناهم على النار كده، واروح جايبه السكر بتاعه هون يعتبر 4 معالق، واروح نازله بيهم الحاليه دي المهلبيه بتاعتي العاديه خالص، وابدا ان انا اقلب لحد ما السمك بتاعها ينظبط معايا، واستمر في التقليب علشان مش يبقى فيها اي تكتلات ولا فيها اي حاجه خالص. اهي نفضل كده مع بعض ونعمل التكه الثالثه اللي هي الطبقه الثالثه. طبقه سهله خالص وهتعجبكم وهتجربوها وهتقولوا لي رايكم. يبقى خلاص كده معانا يعتبر بصوا المهلبيه خلاص تجلد كده خالص اهي ما شاء الله، عدد زي العسل بقى. نسيبها بقى لما تبرد، شايفين السمك بتاعها عاد مناسب اهو. نسيبها بقى خالص كده لما تبرد، ونضيفها على طبقه البسكوت، ونعمل معانا اخر طبقه. وبالف هنا وصحه تعجبكم خالص وتجربوها. كل اللي هيسمح هيقوم يعملها ويدعي لي ان شاء الله. خلاص روحي جايبه الطاسه بتاعتنا كده، وروحي جايبه مج من السكر كده، واروح نازله بيه كده داير ما يدور كده اهو، مج واحد مش اكتر، واسيبه خالص مش هقلبه خالص لحد ما احس ان الجناب كده احمرت وادت اللون الذهبي، مش هقلبه ولا اي حاجه. يبقى خلاص كده بعد ما المهلبيه بردت معانا، نروح نازلين بيها على الاطباق كده. اللهم صل على سيدنا محمد. جميله وزي العسل اهي ما شاء الله اهي. اللهم صل على النبي عسل. نحاول ان احنا كده نملى الكاسات كده، ولو عندك اللي هي الاطباق كده تبقى جميله برضو، بس انا قلت الكاسات عندي واسعه وحلوه يعني. ايه رايكم في الفكره دي؟ جميله خالص. هنحط في التلاجة بقى حوالي 10 دقايق كده على حسب الوقت المتاح عندك. يبقى كده خلاص يعتبر شايفين ادي اول طبقه، والمهلبيه تاني طبقه، ونجيب الكراميل بقى تالت طبقه. يلا بقى نشوف عامل ايه معانا. هو يدي لون اهو، برضو نسيبه شويه كده مش نقلبه خالص لحد ما يدي اللون اللي هو الذهبي. يبقى بسم الله ما شاء الله بدا ان هو يتكرمل اهو. يبقى انا هدي النار عليه خالص علشان يكون السكر يسيح معاه كده، مش يبقى حبيبات زي ما هو. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك زي العسل. لو وصلت معايا لحد كده في الفيديو يا ريت مش تنسي الاشتراك، واكون جزيلة الشكر. يعني بشكر كل الخمسه سته اللي بيدعموني. طبعا بكون مبسوطه من كل تعليقاتهم، تسلم ايدك. وانا اصلا يعني على جد خالص، بس بحب اي فكره اعملها ان انا اوصلها لكم خالص. يعني بصوا انا مهديه النار على الاخر اهو. تكرمل كده، ونحط لها حته سمنه تفك، وبعد كده نص كوبايه ميه ساخنه علشان تفكها كده، ميه مغليه. ونروح جايبين معلقه نشا ونازلين بيها، وبسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. تبقى بصوا اعلى طبقه ثالثه جميله خالص، وتبقى زي العسل. لا ما شاء الله شايفين
السكر كده بقى اتكرمل وعاد جميل. شايفين اللون جميل عاد ازاي؟ جميل خالص. يبقى انا قلت لكم انا لسه مساحه سمنه، اروح جايبه حته صغيره خالص برده كده، واروح ايه حطاها في جانبها كده علشان ايه تفك يعني. اهو ما شاء الله. وابدا ان انا ايه اقلب فيها، ومش تقول لي اللون غامق ولا اي حاجه، كده اللون يعني 100 100 اهو. سمنه بلد طبعا، ولو عندك اي زبده ولا فرن ولا اي حاجه برده تسد ومش اي مشكله. احنا كل طبخنا بيدور ان احنا نسلك نفسنا كده، ومش يبقى قدامنا اي ايه اي عقد ولا اي حاجه. نجيب بقى نص معلقه نشا بايه حبه ميه سخنه نفك بيها الايه الكراميل ده اهي. روحت نازله بشويه ميه سخنه اهي، يعتبر نص معلقه نص كوبايه. هتبدا ان هي تمسك معاكي اهو. اروح بقى جايبه معلقه نشا حبه ميه برده ونازله بيهم كده، ويبقى كده اخر خطوه. وبالف هنا وصحه نوريكم هنعمل ايه. كده معايا بنص معلقه نشا اهو وحبه ميه، وكده بالف هنا وصحه. هو ده الكراميل بتاع السكر. الف هنا وصحه جميل خالص وهيعجبكم. يا ريت كل اللي يسمع يقوم يجربوا. ونستنى بقى لما النشا يستوي كده حاجه بسيطه، ومع كده نكون خلصنا احلى كراميل سكر اهو زي العسل ممتاز وزي الفل اهو. الفنجان بتاعنا المج بتاعنا هو نروح نازلين بالكراميل اهو جميل ممتاز ولونه مناسب. هتشوفوه كمان على المهلبيه مش هيكون غامق ولا اي حاجه. يا رب كده تجربوا الفيديو ده وتحطوه في التلاجة حوالي ساعه او ساعه ونص كده، يبقى حاجه بارده كده من غير فرن ولا من غير بيض ولا من غير اي حاجه. هي حاجه بسيطه وسهله. نطلع المهلبيه بتاعتنا بقى من التلاجة ونوريكم. نازلين عليها كده زي ما انتم شايفين اهو. يبقى كده خلاص خلصنا الطريقه. نحطها في التلاجة حوالي ساعه او ساعه ونص. وقبل ما تحط طبقه الكريمه اللي هي الكراميل دي، يعني يكون المهلبيه نشفت معاكي تديكي منظر اعلى ويبقى جميل خالص. بالف هنا وصحه. نجيب معلقه كده ونجرب. يبقى بسم الله ما شاء الله زي ما بتقول معانا طبقات اللذيذه معانا هي ما شاء الله 3 طبقات زي العسل. بألف هنا وصحة. يا رب تنولوا اعجابكم، ودايما كده زي ما اتعودنا فيديوهاتنا على قد الايد. يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم. هستنى منكم اي تعليق سوا شين سوا يعني سوا وحش سوا حلو. انا برضو برضه. ومع الف سلامه. وزي ما اتعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله. ومع الف سلامه واشوفكم على خير.